السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي متابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا ولا بألف النور خير وبألف الصغير ده يا سعادة. يوسف. وحشتوني كتير 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 من الفيديو اللي فات للفيديو دوت. النهارده بقى هنعمل الفطير المشلتت بطريقة سهلة، بطريقة بسيطة. بقالنا كتير قوي قوي ما عملناش فطير مشلتت بقى، وخارجين من العيد ونفسنا فيه وعايزين ناكله كده بالعسل والطحينة. يلا بينا نبتدي الفيديو. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، وما يحلى الكلام إلا بذكر نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى معانا 3 كيلو من الدقيق. تمام. هنعمل ايه؟ هنعمل الفطير المشلتت اللي بصوا، اللي ما عملتش الفطير المشلتت لغاية دلوقتي في البيت فايتها كتير قوي قوي قوي. لو عملتيه في البيت بطريقة بالتركات والحركات والعجن بقى واللت والحاجات دي فايتك كتير قوي. لا، لازم تعمليه في البيت وتجربيه، بجد 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 بيطلع احلى من محلات بكتير. طبعا هتسألوني بتعملي ايه يا ماما روما؟ هنا انا عندي ابويا وامي ربنا يديمهم نعمة في حياتي. بس بصوا بقى، قصة الفطير النهاردة وحكاية الفطير النهاردة هقول لكم عليها، بس نقول المقادير الأول. معانا 3 كيلو من الدقيق النهاردة، ما شاء الله اللهم بارك. ومعانا كل كيلو دقيق معاه معلقة سكر. تمام. ال3 كيلو دقيق هتحطي عليه قد ايه ملح؟ هنحط معلقة كبيرة من الملح. هتحطي عليه قد ايه مية؟ هنحط 2.5 لتر من المية. بنحطهم ونفضل نعجن ونلت في العجين وننزل ونطلع ونجيب من تحت ونجيب من فوق، ونفضل نلم العجين لغاية ما يبقى معايا كتلة واحدة، ويبدأ ان هو يتلم من ايدي حلوة قوي. تمام. زي ما حضرتك شايفة، ما فيهوش افتكاسات وما فيهوش اي بصوا حاجة صعبة. هما 3 كيلو دقيق حطيناهم في الطبق بتاعنا، وحطينا عليهم شوية ملح، معلقة ملح كبيرة على 3 كيلو دقيق، وكل كيلو عليه معلقة سكر. والمية والمية يعني 2.5 لتر. خدوا معايا 3 كيلو 2.5 لتر من المية. تمام. بفضل بقى اعجن ولت وانزل في العجين، واطلع بقى غلبي وغلب المذاكرة اللي احنا شايفينها اليومين دولت في قلب العجين دوت، عشان يطلع معايا فطير مشلتت مرحرح كده وجميل وطعمه خطير. تمام. افضل بقى اعجن في العجينه، واقول لكم بقى حكايه العجين ده ايه. بصوا بقى يا ولاد، النهارده انا عند امي ربنا يخليها لي، قالت لي ايه؟ انا ابوكي نفسه ياكل فطير، تعالي اعملي لنا فطير. قلت لها يا ماما طب انا في مذاكره ويعني انتوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي، انا هعملهولك واجيبهولك وانا جايه. قالت لي لا يا حبيبتي، تعالي هنا عجني واخبزي في بيتي واعملي الفطير هنا. طب يا ماما كفايه كيلو. لا، اعملي لنا فطير، اعملي لنا كده 6 بقى فطيرات اديكي وادخوكي وانتي ماشيه، يعني ايه هتروق علينا يعني. تمام. ربنا يديمهم نعمة في حياتي، ويفضلوا كده يطلبوا مني واعمل لهم حاجات كتير حلوة. النهاردة بقى ايه؟ الفطير المشلتت هو البطل بتاعنا النهاردة. عجننا 3 كيلو من الدقيق، وهنفضل بقى بصوا ما شاء الله العجينة معايا لمت وفكت من ايدي خالص ولمت. وهبدأ بقى ادهن الطبق بتاعي مادة دهنية، واقوم حط على وشه كده واغطيه كده ويرتاح. هيرتاح معايا قد ايه؟ هيرتاح 10 دقايق بالظبط. تمام. يلا نسيبهم يرتاحوا ونرجع. ايوه كده بقى رجعنا الفطير معانا ارتاح. هنا نيجي بقى لمرحلة التقطيع بتاعة الفطير. ما شاء الله اللهم بارك. هيبقى الفطير بتاعنا هيطلع كام فطيرة؟ 3 كيلو دقيق هيطلعوا معايا 6 فطيرات محترمة. تمام. هنبدأ بقى نقطع الفطير. تمام. على 4 كرات كبار، وهنقطع بقى الباقي صغير عشان هنعمل منهم واحدة حدقة لأمي النهاردة. تمام. بتوحشوني كتير قوي 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 من الفيديو اللي فات للفيديو دوت. واللي يشوفني لأول مرة ما ينساش يفعل زر الجرس وايه بقى، ويشترك في القناة فضلا وليس أمرا يا أحلى متابعين في الدنيا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، وأنا بشكركم كتير 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 كتير. كل الشكر ليكم لأن انتوا بتدوسوا وبتفعلوا زر الجرس لعائلة ماما روما. نرجع بقى نقطع مع بعض ايه العجين.
ناخد بقى العجين كده كور 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 لقم، يعني لقم صغيرة لغاية ما يخلص معايا الكمية كلها، ونبدأ نسيبه يرتاح لتاني مرة. أيوة، كل مرة بتسيب العجين بيرتاح فيها بيديكي نتيجة أفضل ومبهرة. تمام تمام. احنا النهاردة بقى هنشتغل ايه عمي بقى، ايه عم الفطارتري النهاردة؟ ايوه، هنشتغل النهاردة الفطير. والفطير ده عايزة اقول لكم ان سره باتع قوي، يعني عايزة اقول لكم ان يعني مش عارفة الفطير دوت، يعني حاجة كده روعة روعة، مع انه سهل جدا وبسيط جدا ودقيق وملح وسكر، بس في الاخر بيبهرنا بالنتيجة. بنغمزه بقى بعسل ونغمزه بطحينة ونغمزه يعني زي ما انت حابة تاكلي بقى الفطير. بصوا انا بدهن وشه مادة دهنية عشان يرتاح، وابدأ اغطيه كمان بستريتش واسيبه يرتاح 10 دقايق. انا بقى كنت سبته ارتاح، وامي بقى كانت عامله لنا ورز واحده وواحده، وكانت عامله لنا قلقاس باللحمه ورز ابيض مع المخللات بقى بتاعتها. وكنت رحت بقى اتغديت وكلت، وقلنا بقى نشتغل على طول بعد ما اتغدينا على طول. تمام تمام. قولوا تمام، ما تروحوش مني هنا ولا هنا، ركزوا معايا وخليكوا معايا. نيجي بقى هنا نعمل اول فطيرة كبيرة. لا، الاول هنعمل فطيرة صغننة. هنعمل ايه بالفطيرة الصغننة ديت؟ هنعمل بيها فطيرة حادقة. كان امي عندها شوية كده لحمة مفرومة، هنحطهم في قلب ايه، في قلب الفطيرة الصغننة دي الاول. تمام. بصوا ما شاء الله، العجينة بتعرفي منين ان هي بقت كويسة؟ ان انتي بتفرديها ما بترجعش معاكي تاني وتمط معاكي، بتفرد معاكي وطرية ومرحرحة. تمام تمام. بصوا ما شاء الله. نبدأ بقى ايه، نفرد بالمردنة لغاية ما تكبر معايا بقى، وابدأ اشلتتها. بصوا انا بفرد ما بترجعش معايا، العجينة طرية ومريحة. بص لوجي بقى، لوجي واختراعاتها، يعني انا العباية كمها وسع. تمام. فهنعمل ايه بقى؟ فاحنا جبنا مشبك، عارفين مشبك الغسيل بقى، جبنا مشبك الغسيل وحطيناه في قلب العباية. شكله بصوا يعني مهزلة مهزلة. بس هنعمل ايه بقى؟ يعني هو الجيش قالك اتصرف، فاحنا اتصرفنا عشان ايه؟ نعمل الدراع بتاع العباية كبير قوي. نفضل بقى نفرد بالمردنة. بس ما شاء الله. نجيب بقى معانا اللحمة المفرومة، حبة كده لحمة مفرومة. ولو عايزة تضيفي بيض، عايزة تضيفي جبنة موتزاريلا، ده بيرجع لذوقك انت. احنا عملناها واحدة كده حلوة، واحدة كده يعني حادقة النهاردة. ونبدأ بقى نقفل ونعمل لها واحدة تانية كفر وندخلها فيها. تمام. هي نفرد بقى بالمردنة وبس كده. افضل بقى اشد وارحرح. في ناس بتفرد الفطير بالدقيق، وفي ناس بتفرد بالزبدة على طول والزيت. انا زي ما اتعودت وزي ما اتعلمت بفرد بالسمنة والزبدة. عندي زبدة بلدي فلاحي، بحط عليها شوية زيت وبفرد بالعجينة بتاعتي. تمام. كل شيخ وليه طريقة. نيجي بقى نعمل اول فطيرة كبيرة. نفرد بقى العجين بتاعنا، وخليكي كده بالراحة معاها وسيسيها. ولو اتقطعت منك عادي جدا جدا جدا، كل ده ما ولا يهمك. نفرد بقى بالمردنة ونبدأ بقى نرحرح العجينة، نخليها كده مورقة معانا. بصوا ما شاء الله.
انا طبعا بقى ايه فردت الترابيزة بتاعت امي بقى على الاخر، وقلت اشتغل براحتي. خلي بالك وانتي بتشتغلي. بس محمد يا ابني، بس يا حبيبي قطع. الله الحمد لله، انا مش واخده بالي على فكره. نفردها بقى كلها ونبدأ بقى نعمل اللقم. انا بحب اعمل لها طبقات كده من جوه عشان يبقى فيها كذا راق. بس العجين يرتاح معايا خالص. نبدأ بقى نفرد اول لقمة. تبدأي بقى ايه تعملي كده لغاية ما تكبر معاكي، لان كل ده هيتلم في قلب بعضه. ما شاء الله. المردنة برضك بتسهل عليا. نبدأ نحط بقى الطبقات جوه، ومفيش اسهل من كده. مفيش اي حاجة صعبة زي ما وريتكم. طبعا بقى خلاص، احنا كنا كلنا واتغدينا الحمد لله. انا كنت عايزة اوريكم بقى الغدا بتاعنا. احنا اتغدينا ايه. هقفل بس الفطيرة دي معاكم. نبدأ بقى نقفلها كده. فاضل واحدة كمان زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا العجين بيرتاح تاني بعد ما بتشكليه. ايوه بيرتاح تاني، لازم تريحيه مرة كمان. ابدأ بقى بصوا ما شاء الله فردت معايا. هبدأ بقى افردها واحطها. ابدأ بقى اقفل كل الكلام القمر ده. ما شاء الله، اللهم بارك. نبدأ بقى نحط بين كل تقفيلة كده سمنة بلدي او زبدة فلاحي، بتبقى روعة. بتاخد الفطير وتوديه في حتة تانية خالص. ايوه في حتة تانية خالص. نبدأ بقى نقفل الفطير كده، ونجيب بقى صينية معانا كبيرة. ايوه ندهنها بقى سمنة، ونحط بقى الفطيرة بتاعتنا فيها وبس كده. ادي الفطير بتاعنا ما شاء الله، اللهم بارك. عمل معايا 6 فطيرات. نعمل بقى واحدة كبيرة كمان. بصوا انا بفردها، بفرد بالزبدة. اجيب المردنة بقى زي ما حضراتكم شايفين، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب جميعا، وتجربوه بالطريقة السهلة بطريقة بسيطة. اهم حاجة يكون عندك مكان واسع تقدري تشتغلي فيه وتقدري تفردي عليه العجينة بتاعتك. دي اهم حاجة. يكون عندك طبلية، يكون عندك ترابيزة كبيرة واسعة تقدري تعملي عليه الفطير المشلتت بتاعك. تمام. ايوه دي خطوة مهمة جدا، ان يكون عندك طبلية كبيرة او يكون عندك ترابيزة كبيرة تقدري تفردي عليها براحتك الفطير بتاعي. بعمل بقى الطبقات زي ما وريتكم في اول واحدة لغاية ما اقفل بقى. وكده انا كنت ايه بقى ايه عملت 4 فطيرات، وداخلين بقى على ال5 وداخلين على ال6. بصوا ما شاء الله، اللهم بارك. دولت ال4 فطيرات ناقص فطيرتين. ابدأ بقى عارفين اهم حاجة، اهم حاجة يا بنات الزبادي.
الزبادي، ماما كانت عاملة زبادي بيتي فردتلها بالفطير. الفطير كده ارتاح معايا. بصوا ما شاء الله، ببدأ أفرده بالزبادي. الوش ده بيخليه كده ذهبي، جلد كده خفيف، بيبقى حلو قوي. في ناس بتدهن زبدة، في ناس بتدهن سمنة، اللي بيرجع لذوقك انت، كله متاح وكل شيخ زي ما قلتلكوا وليه طريقة. بصوا ما شاء الله، الفطير معايا مريح وبيفرد معايا. ومن نجاح الفطير عشان تبقي متأكدة ان انت اشتغلتي صح وبتكنيك، الفطير بتاعك لازم يقب معاكي في الفرن ويكون سخن جدا. تمام. ينفع نسخنه في فرن البوتاجاز، ينفع جدا جدا جدا. بتسوي من تحت وبعد كده بتولعي عليه من فوق عادي جدا. المهم انه يقب معاكي ويديكي نتيجة كويسة. اخر حاجة معايا هي الفطيرة دي. هنروح بقى نسوي. واو، بصوا ما شاء الله، اللهم بارك. الفطير بقى كان روعة، ومستني على الأكيلة. لسه بقى في 3 كمان، وادي الأكل بتاعنا. كنا عاملين بقى رز واحدة وواحدة من ايد ماما، وكانت عاملة لنا قلقاس باللحمة رهيب رهيب رهيب. بس ما شاء الله الفطير معايا ملبل ملبل، بجد 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 روعة. احنا بقالنا كتير قوي قوي ما كلناهوش من قبل رمضان وما عملناهوش. قلنا بقى نعمله معاكم النهاردة ونوريكم طريقة سهلة وطريقة بسيطة جدا. اهم حاجة تسيبيه يرتاح وتخدميه حلو قوي عشان يديكي نتيجة افضل. وبس كده. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، الفطير المشلتت، وبألف هنا وشفا يا رب. وأوريكم بقى شكل الفطير بتاعنا بعد ما استوى بقى شكله ايه. تعالوا يلا أوريهولكم. نعمل بس آخر واحدة بالزبادي ونفردها. ما شاء الله، اللهم بارك. أهم حاجة التسوية، ما تضيعيش بقى تعبك كل ده. بصوا ما شاء الله، بصوا طرية طرية طرية. تعالوا بقى نفتحها، يلا نفتح وندوق يا ولاد. يا ولاد الجمال عدى الكلام. اللي ما عملتش فطير لغاية دلوقتي فايتها كتير. بصوا ما شاء الله، الفطير بتاعنا شغال حلو. بندخل واحدة بقى ونطلع واحدة، ويعني بصوا يعني الحمد لله الحمد لله عدت على خير. وعملت اللي أمي عايزاه، وخبزت لها الفطير في البيت، وعملت لهم أحلى أحلى فطير. سكر سكر سكر، بجد من أحلى الحاجات اللي عملتها. وأجي الفطير بتاعنا. وأنا كده كنت وصلت لنهاية الفيديو. أقول لكم بقى باي باي، وفي حلقة جديدة مع عائلة ماما روما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي. اللايك، اوعوا تنسوا اللايك.